غسيل نفسي زفت. What about your experience? I really don't like it and I won't come back here ever. اليوم اللي جيت فيه ألمانيا هنا كل ما أسأل على حاجة يقولوا لي روحي السوق الصيني هتلاقيها أرخص، روحي السوق الصيني هتلاقيها أرخص. يا جماعة طب السوق الصيني ده فيه في كل حاجة، هي كده بتتقال إجابات عايمة. فقلت يا بنتي ما بديهاش، روحي شوفي السوق الصيني ده فيه إيه واتفرجي وفرجي في نزيزك. 17 حد اللي عندي حقهم عليا، الناس تعبت وداست فلو، حقكم عليا ان انا ايه افسحكم. فيلا بينا نشوف السوق الصيني ده فيه ايه وايه الرخيص اللي فيه. اخيرا بعد ساعتين مواصلات وصلت، والمفروض اصلا ساعة ونص بيني وبينه، بس طبعا حركة تأخيرات مواصلات ألمانيا مواعيدهم زفت في المواصلات، فبالتالي وصلت متأخر نص ساعة. ده المكان الأصفر اللي ورا الترام. يلا جايلك يا صين. قابلتهم عند الباب ما اعرفهمش اقسم بالله. يلا ندخل. وعليكم السلام. هو بيقول سلام عليكم. مسلم في صيني مسلم. اول حاجه ده السوبر ماركت الصيني، كل حاجات الصينيين جوا بقى. ده كوافير رجالي، ايه ده رجالي وستات مع بعض. ده ايه ده؟ ده بديكير ومانيكير والجو ده حلو. نشوف الكلام ده، الصينيين شطار في الحاجات دي. وده ايه ده برضو نفس الفكرة. ضوافر وقص شعر. وهنا دي رموش، تعالي اعمل رموش اهي، رموش اهي. تعالي نشوف. واو اخيرا خلصت العمليه الجراحيه. بصوا دخلت عملت رموشي، انا لقيت سعرها هنا بكام؟ ب50 يورو، وهي اصلا ب70 يورو هناك. بس طبعا هنا بيضحك علينا وش، يعني دي نفس الرموش دي في تركيا على سعر اليورو بحوالي 15 يورو اللي هو. بس المهم شكلها حلو. يلا نكمل بقى جولتنا. خلاص اول حاجه اتضحك عليا فيها واتس اوكي، بس مش مشكله يلا نكمل. واتضحك عليا في الوقت، قالوا لي ساعه وقعدوني ساعتين. يعني الحمد لله ان ابني خدته صاحبتي. مش عارفه كان ممكن رينو يعمل فيا ايه لو قعد جوه. المهم يلا نلف بقى. كتير قوي يا جماعه كتير. المكان زحمه، يعني مش زحمه ناس، زحمه محلات في كل حاجه تقريبا. يلا تعالوا اتفرجوا. بلاش رغاوي. ده محلات الاطفال دي نفس مشاية ابني بالظبط ونفس اللون، بس مش عارفه هنا بكام. ده محل لعب اطفال، ممكن ندخل نبص بصايه للواد ريم ادلعه ليه لا، بما انه طلع اصيل معايا. وده كمان طلع اصيل معايا وخد بعضه بقى ايه وراح مع صاحبتي من سكات الحمد لله. ده زي بني وابني. وده محل برضو حاجات بيبي تقريبا، حاجات بيبي هناك نفس الفكرة. بصوا هو المكان ايه متقسم عبارة عن زي كده لاين، كل لاين بقى بيبقى متخصص بحاجات. هنا الشنط، انا مش عارفة الشنط اسعارها قد ايه، مش معلقين اسعار. وده بتاع الشعر برضو، الكراتين بتاع الشعر ب70 يورو. تعالوا نشوف الاسعار. دي الاسعار بكم؟ بتبدأ من 12 يورو الرجالة، والستات ب15 يورو. السشوار مع الغسيل مع الجودة ب25. والله حلوة قوي. انا بعمل سشوار بس ب35 هناك في برا السوق الصيني يعني. وتعالوا نشوف المانيكير والبيديكير بكام. المانيكير ب8، البيديكير ب12. انا بعمل البيديكير بعمله ب25. واو حلو ده، نعمل ليه لا. يلا ندخل تاني هنا.
بعد ما دخلتني جوه وضحكت عليا قالت لي لا ده ب15 يورو. بره كاتبين اسعار وجوه اسعار، يعني خدوا بالكم من جو النصب ده. طبعا اتضحك عليا بس خلاص كنت دخلت وتورطت بقى بالاسعار. بس بصراحه انا ما اتضحكش عليا قوي، لان انا خرجت وبصيت على الاسعار بره فلقيت البيديكير عندهم هم ارخص من الباقيين، يعني حتى لو 15 ستيل ارخص. يعني لقيت اللي في وشه ده ب18 ولقيت اللي قدام ب39، فاعمل ايه بقى؟ قمت راجعه على ابو 15 ما كنتيش تحلفي بس بكرامتي. المهم يلا كمل بقى. وانا ماشيه كده شدتني ايه ام الصباره الراقصه دي، هجيبها للواد ابني اهي، لان انا كنت عايزه اجيبها اصلا لرينو من الاول تلهي عني شويه. دخلت جبت له الصباره الراقصه، بس في ملحوظه بياخدوا بس كاش، اغلب المحلات ما بياخدوش بالفيزا، فبالتالي اعملوا حسابكم في كاش. دي الاسعار هنا، بس الهدوم تقرف الكواليتي، عارفين تقرف الكلب. خساره اضيع وقت الفيديو معاكم في ان انا اوريكم الهدوم هنا، بجد الكواليتي تقرف بصراحه. المهم المحلات هنا اغلبها بياخدوا بس بالكاش، ما بياخدوش ياخدوا بالفيزا، فاعملوا حسابكم في كاش. دي حاجه. الاسعار ارخص، بس في يعني مش عارفه، ده الى حد ما تقريبا انا شايفه الكواليتي الى حد ما الطف من الباقيين، فاستنى هبص على اسعاره. بس اسعاره شويه غاليه، او مش شويه، شويتين. يعني ده ب40. لا ده انت عايز تفاصل. اي ناين دانكه. بيقول لي ادخلي بقى، اللي هو تعالي يا ابله ونتفاهم، والجو ده جو فصال. انا بحبش الفصال يعني. خلاص يبقى حاطط الاسعار. بصوا حاطين ايه برضو حجاب. وايه كمان يا ركرك. تعالوا نبص بقى على باقي الحاجات اللي هنا. ما بحبش الفصال، احب دايما تبقى حاطط ساعه. يعني فكره الفصال دي بتموتني، دايما بحس نفسي ان انا اتضحك عليا، فدايما احب ايه. الله حلوه دي. لا بس مش هي اللي بتعمل الودان. لا اهي بصوا. الله، انا بجد انا مش هصرف فلوسي في حاجات تافهه تاني. اخر حاجه دي انا هجيب دي. لا بس انا هجيب البينك ولا الاصفر. حلوه، نجيب البينك الاصفر. لا الاصفر، بحب الاصفر. اخر حاجه تافهه. بس استنى هسال بكام عشان انا عارفه سعرها بره كان بكام. هلو، how much is this؟ 5 يورو. ب5 يورو بس. دي سعرها بيبقى في اللي هو الفيستيفال والجو ده اللي بيعملوه، كنت الاقيها ب12 يورو بجد. فثواني اشتريها وارجع لكم. الفوشيا ولا واحده في الليلات. واو والله العظيم حلوه. يلا بينا. خلاص جبناها برضو. بصوا هنا انا معديه كده لقيت الحاجات ديت ب2 يورو، اللي هي البندانات دي. اوكي، والكفرات هنا ب1 يورو. كله اي كفر ب1 يورو. بس الكفرات تقرف برضه، وحشين. لا والله وحشين خالص. انا بجيب من على شيء ان برضو حاجات ممكن بيورو والجو ده، بس يعني حاجات اشيك وانضف من كده بصراحه. خالص. وبعدين مش للايفون اصلا، يعني بجيبه للايفون وب1 يورو. ده ايه ده؟ اكسسوارز. احنا خلصنا كده البتاعه دي، نكمل بقى على الباقيين ولا نروح نشوف ابني؟ بس انا يعني الحمد لله يعني ابني بيتبسط مع بنت صاحبتي، بس اوكي. الدنيا مطرت يا جماعه. انا داخله كانت الدنيا صيف. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا داخله جوه كانت الدنيا صيف. بصوا خرجت الجو عامل ازاي، الشمس راحت. يعني انا داخله اصلا كانت الدنيا حر قوي. تعالوا بصوا ندخل هنا. فاتت كانت 8 ودي 6. يعني بصوا عشان تبقوا عارفين الدنيا متقسمه ازاي. كل لاين طويل زي كده حاطين عليها ارقام،
ومتخصص في حاجة. هنا شنط، هدوم، مفروشات، رينج لايت رينج لايت رينج لايت، حاجات كتير، محل حاجات كتير. ادوات منزلية. نبص بصاية بما ان انا عايزة شوية حاجات للبيت. الحلة دي ب35 والحلة دي ب30. انا مش عارفة كده رخيص ولا غالي بصراحة، شوية ماليش قوي في حاجات البيت انا. ودي ب30، دي ب30. اللي ليه في حاجات البيت وبيشتري هنا حاجات كتير والجو ده هيعرف الاسعار. يعني انا جيت لقيت كل حاجة عند جوزي فما اضطريتش اشتري حاجة يعتبر. عندهم ده ب15 يورو، وده ب15 يورو، وده ب30 يورو. يا جماعة الحاجات دي في تركيا ارخص بكتير قوي. انا مش بقارن، انا عارفة فرق العملة بيختلف، بس يعني بجد. بصوا الشوزة دي لطيفة دي، بس دي مش شوزة، دي شوزة خدعة. انا مش عارفة ايه دي، هي شكل الشوز بس خدعة. يعني اكيد الرجل هنا ما بتتحطش، يعني ملهاش مدخل يعني. هي الحاجات لطيفة يعني، شكلها مختلف شوية عند الألمان. بس الأسعار أنا مش شايفة إنها أرخص حاجة تقريبا. يعني مش أرخص حاجة. ممكن يبقى في فرق بسيط بس مش للدرجة اللي هي كل حاجة رخيصة روح هاتيها من السوق الصيني والجو الأفورة ده. بس حلوة البطاية دي، يعني بجيب من على شي أرخص من كده بصراحة. طب 40 الطقم ده، بس دول حلوين قوي. الست ده كل دول من كل طبق 6، يعني من ده 6 ومن ده 6 ومن ده 6 ومن ده 6 بكم؟ ب140 يورو. انا ده شايفه سعره حلو قوي، هو شكله اصلا حلو، بس السيلفر منه احلى. خرجنا ومكملين في اتجاه الهدوم الوحشه. الهدوم الوحشه يعني انا حاسه ان الكواليتي بتنطق بتقولي وحشه. انا وحشه ما تاخدينيش. مع ان اصلا الصينيين عندهم حاجات حلوه سهل. الشنطه الصغيره دي ب25 سعرها كويس، بس مش عارفه الكواليتي بتاعتها ايه برضو. استنى اشوف ده الاخضر ده شكله لطيف. ما لقيتش حد حتى اساله عليه بكام. خرجت، مفيش وقت يا جدعان، مفيش وقت خالص. انا في ساعة ذهبية، انا ابني مش معايا. لو رينو كان معايا كان زماني ايه ده زي بتاعتي، بس ده احلى صدقوا. تشيك 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 تشيك. ثواني كده هسأله هنا بكام لحسن يكون يضحك عليا. يا ولاد يا ولاد ما تضحكش عليا ولا حاجة. جيت سألته قال لي ب10، اللي هناك كانت ب5. بصوا البطة دي شنقينها كده ليه دي؟ شكلها مسخرة. الحاجات دي ب10. لا ب10 مش حلو، مش حلو خالص. وهنا شنط. خلصنا الاريا دي. هطلع لبره كده ابص فيها ايه. خرجت لقيتها بتمطر برضو، السل لسه بتمطر جامد تاني. بصوا هندخل دي المرة دي، يلا نشوف فيها ايه. بسم الله كده. اول القصيدة الكفر ليه كده؟ المحلات دي كلها مقفولة ليه يا ولاد؟ نصور ايه؟ ده مانيكير وبيديكير والجو ده. سوري كده بص على لا ده تاتو، ده تاتوهات. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عايزه اضعف قدامهم، بحبهم قوي بصراحه، بس حرام. بصوا الموضه بتاعتي. ايه ده؟ اوكي هي يعني اذواق طبعا، بس ده حلو، ده لطيف، ده شبه البنات اللي بيلبسوه في اللي انا بشوفهم دول، مش عارفه اسمهم ايه، اليابانيين. وهنا ده مطعم، ده مساج
مساج 79 25. لا هنا اغلى، هنا اغلى. لا في البتاع الاولانيه كان فيها مساج كان ارخص من كده. البوتوكس ابتداء من 99. مين يجي يعمل بوتوكس هنا؟ المفروض الحاجات دي لازم لها ايه حد. وهنا برضو فاكرين الرجالي كان ابتداء من 12 هناك، فهنا من 15. ثواني يا جماعه لحظه، هو المفروض ديت حاجات رجالي تقريبا، هو حاجات رجالي بس هو كاتب هنا ويت ميك اب مش عارفه ايه. هو الرجاله ليها ميك اب يا ولاد؟ هو في ايه يا جماعه؟ الدنيا اتغيرت قوي يا جماعه. ثواني بصوا على ده. بصوا الباديكير هنا بكام؟ ب20. هناك كان ب15. فهي البتاعه دي اغلى. في فساتين افراح بس اذواقها مش قد كده، بس اللي جوه شكلهم حلوين، بيبرقوا قوي. وده زحمه قوي. ده ايه ده؟ واكسينج، ميك اب، مساج، تاتو، كل حاجه، مانيكير، باديكير، كل حاجه. دخلت اعمل ضوافري. بصوا ضوافر الساحره الشريره. ما تحكموش على حاجه من البدايه، شوفوها في الاخر. انا لسه قاعده بعمل ضوافري. تجربه الضوافر دي لا اتمناها لألد اعدائي. لما اطلع احكيها لكم. انا قاعده بقالي ساعه ونص، فلما اخرج ان شاء الله كده احكي لكم القرف اللي بيحصل. انا من كتر الملل ضربت صداقه مع اللي على يميني واللي على شمالي. انتوا متخيلين؟ زفت. خلاص بقى احنا كونت صداقات، كونت معارف من كتر الملل. يخرب بيت الملل. What about your experience? I really don't like it and I won't come back here ever. Hi. Me too. اخيرا خلصت. بصوا هي حلوه بس يعني هطلع بره احكي لكم اللي حصل. بس هي الضوافر حلوه. خلصت وخلصت يا جدعان. انا دخلت بالنهار المحل ده، خارجه اهو بالليل خلاص. الدنيا قفلت انا بقالي ساعتين ونص كده. خلاص خلصنا. بقالي ساعتين ونص جوه بعمل ضوافري. اوكي النتيجه حلوه مش هنكر، ورخيصه جدا ب10 يورو. عملت ضوافري حتى ارخص من تركيا وارخص من عندنا وارخص من اي حته بصراحه. رخيصه جدا. بس يا جماعه يعني خد وقتي، خد عمري جوه. اليوم خلص خلاص. شوفوا بقينا بالليل. فتجربه. انا عملت صداقات، انا كونت علاقات جوه. شفت البنت اللي كانت جنبي دي من بنجلاديش، واتعرفنا وبقينا صحاب وخلاص. قررنا نتقابل تاني. على يمينها بقى كان في واحده تانية، مش على يمينها، على يمين اللي يمينها كان في واحده ثالثه. اتعرفت عليهم كلهم، اتعرفت على كل اللي في المكان. بلس ان اللي في المكان نفسهم ما بيتكلموش غير صيني يا جماعه، لا بيتكلموا انجليش ولا بيتكلموا الماني. وهم هنا في المانيا انا مش عارفه يعني ايه وجه الذكاء اللي هم فيه ده. مش عارفين ولا حاجه خالص. يعني حتى مثلا ابسط الكلمات بالالماني مش عارفينها. يعني انا مش جاهبس في الالماني اقول لكم مثلا مش عارف ايه. كنت بكلمهم كلمات كلمات بسيطه قوي اللي هي الجمل الهبله قوي، ما كانوش فاهمينها. كانت التجربه بصراحه مش احسن حاجه ولا الطف حاجه. يعني انا عندي ادفع اكتر شويه، بس اولا اخلص بسرعه عشان خاطر وقتي، ولا ان انا اقعد ادفع حاجه رخيصه مثلا زي كده بس اطول قوي بالشكل ده. يعني طولت جدا. يعني خدت ساعتين في رموشي وساعتين ونص في ضوافري. كتير. المهم اخر الفيديو انا عايزه اعمل حاجه، عايزه اقول ثانك. شكرا لمي صاحبتي، وخدت رينو مني النهارده بجد، وادتني وقت لنفسي، وقت هعرف اهتم فيه في بنفسي حاجه كده. المهم ادتني وقت حلو لنفسي. ثانك يو مي، ثانك يو كتير، ويا رب تكونوا اتبسطتوا. الفيديو انا كان نفسي ما يبقاش طويل، بس هو للاسف بقى طويل، بهوأ مني زاد. مع ان انا ما خلصتش السوق الصيني، لسه السوق الصيني كبير قوي لجوه. بس خلاص الدنيا بقت ليل. اي نعم ابني الحمد لله ما بيبعتش ولا حاجه، كل شويه بطمن عليه، بس خلاص يعني لازم اروح. عايزه اروح اديله الصباره الرخيصه
يلا باي باي. لو شفتوا الفيديو لحد هنا ثانك يو ليكوا انتوا كمان، انتوا مي باي.